صباحكم خير وصباحكم هنا ومساكم سعادة وكل حاجة حلوة لكل متابعين، كل اللي بيعمل لي لايك وبيشجعني ربنا يبارك له يا رب، ويزور الكعبة الشريفة قريبا إن شاء الله. قولوا آمين آمين. هنعمل أكلة حلوة قوي من أيام أجدادنا كده ما كانوا بيعملوها جميلة. اللي عارفها يقول لي، عرفتوها طبعا من الصورة. يلا بقى حضروا حله معايا كده ونحط فيها شويه زيت وشويه زبده. اللي عارف الاكله اللي انا بعملها دي يبعت لي ويقول لي. سخنوا معانا كويس. نبدا بقى نحضر التوابل. حطيت كام ورقه لورو كده وشويه، ونحط كام فص حبهان كده يدي طعم وريحه حلوه. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه. بديله بقى تشويحه كده، شم ريحته بس كده شويه، واروح حاطه بقى ايه اللحمه اللي انتوا شايفينها الحلوه دي. عرفتوها طبعا، العكوه. جميله العكوه، الطريقه دي هتحبيها او تعشقيها وهتدوب معاكي دوب كده. حطيت فصين مستكه مع اللحمه، تحمريها بقى كده شويه تشم ريحتها. ما اقولكيش بقى الريحه وانا بحمرها. شايفه بقى تاخد اللون الوردي الجميل ده، اللون المدي بني كده شويه، مش وردي لا المدي بني شويه. بعد كده اقطع بصلتين كبار كده، 3 بصلات وسط او بصلتين كبار، تقطعيهم بالطريقه دي وتحطيهم عليهم بعد ما تشوحيها حلو. وبعد كده كم قرن فلفل حامي وقرنين فلفل رومي وكم فص توم، شويه توم حلوين كده تدقيهم وتحطيهم بالطريقه دي. وبعد ما ياخدوا منك كام تقليبه كده ابدا احط بقى التوابل اللي انت شايفاها دي. حطيت كمون، شويه كمون وشويه كزبره، وحطيت شويه بلحه جوز الطيب بشرتها، وحطيت فلفل اسود، حطيت عودين كرفس وعودين كزبره. وببدا بقى احط الطماطم. كانت عندي الطماطم دي متفرزه، اروح بقى احطها بالطريقه دي بعد ما شوحتهم بيهم كده وشميت التوابل كده والبصل دبل معايا شويه كده. حطيت الطماطم ووطيت عليها عشان الطماطم تفك شويه. وبعد كده بعد ما فكت كده وخدت كام تقليبه، رحت احط لها كوبايه ميه وحطيت لها ايه بعد في نص السوا كده، رحت حاطه لها معلقه ملح. ما تحطيش الملح في الاول عشان تستوي الاول. بعد ما استوت نص سوا كده حطيت معلقه الملح. وبعد كده بدات احط الباميه زي ما انتم شايفين كده. دي باميه متفرزه وحطيت لها الملح. انا حطيت لها معلقه سكر، نص معلقه سكر، وحطيت لها الملح بالطريقه دي. وبالهنا والشفا. وتحطيها بقى في الفرن. ما اقولكيش على طاجن الباميه ده خطير خطير حقيقي، في منتهى الجمال. اعمليها بس بالطريقه دي هتعشقي. يعني ايه طاجن باميه بالعكاوي.